هكذا أجبرت النساء والأطفال في حنكة آل مسعود على الخروج وسط جحيم النار التي أشعلتها طائرات ودبابات الميليشيا في المنطقة الآمنة. جحيم أسقط القرية الصغيرة في براثن ميليشيا لا تعرف سوى القتل والإجرام في حق اليمنيين، حيث أكدت مصادر حقوقية وطبية مقتل أكثر من 30 شخصا من أهالي قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية شمال غرب محافظة البيضاء إثر الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والدبابات على المنطقة في الأيام الماضية. وقالت المصادر أن الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين إضافة إلى عشرات الجرحى الذين أصيبوا جراء القصف الحوثي وسط دعوات للإغاثة وإنقاذ المصابين. من جهته قال مصدر طبي أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المواجهات وتم نقل أكثر من 70 قتيلا وجريحا إلى مستشفى رداع. فيما ذكرت أنباء صحفية نقلا عن مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي نفذت حملة اختطافات واسعة في القرية، حيث تم اختطاف أكثر من 400 مدني بينهم أطفال وشيوخ، وتم نقل المعتقلين إلى سجون الحوثيين في منطقة الكمب ومدينة رداع. ووفقا للمصادر قامت الميليشيا الحوثية باستخدام سياستها الترهيبية في تفجير منازل المواطنين، حيث قامت بتفجير 3 منازل تابعة للمواطنين، كما أحرقت 5 منازل وفخخت 6 آخرين، بالإضافة إلى اقتحام ونهب أكثر من 11 منزلا في القرية. تجسد الأحداث في قرية حنكة آل مسعود مأساة إنسانية مروعة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في ظل النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسطوتها كل يوم.